السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الكنافة بالكريمة او بالقشطة الكدابة. دي وصفتي من سنين ودايما بتطلع ناجحة وتحفة جدا جدا جدا، مش هبخل عليكم بيها. هنشوف عملناها مع بعض ازاي. معانا نص كيلو من الكنافة، انا حطاها في الفريزر جمد عشان يبقى سهل معاكي، لان الكنافة لازم تكون ناعمة جدا. ابدا بقى اكسرها، بتتكسر معايا كده زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله، مش محتاجه كبه ولا اي حاجه، مجرد ما بتضغطيها بتتكسر في ايدك بمنتهى السهوله. عايزاها ناعمه كده زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده نص كيلو الكنافه عليه كوبايه من السمنه او مج من السمنه اللي هو الكبير ده. لو سمنه بلدي هتبقى حلوه جدا، تحفه جدا. ومعايا معلقه من السكر، السكر العادي مش السكر البودر ولا حاجة. ودول معلقتين من النشا ومعلقة من الكريم شانتيه ومعلقة من اللبن البودر ومعلقة من السكر. دول هضيفهم على كوبايتين ونص من اللبن الحليب، وابدأ ادوبهم كويس جدا على البارد زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انزل بيهم كلهم على اللبن كده وادوبهم على البارد وارفعهم على النار، اقلب فيهم لعند ما يتقلوا معايا ويدوني القوام اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ابدا ارفعها من على النار. بعد ما رفعتها من على النار بقى ابدا احط الفانيليا اهو، بصوا ده القوام بتاعها. ابدا احط الفانيليا عشان تفضل ما حطيتش الفانيليا في الاول عشان تفضل النكهه والطعم موجودين في الفانيليا. وابدا اقلب الفانيليا كده وابدا اركنها، ونيجي بقى للكنافه بتاعتنا. معانا صينيه الومنيوم، احسن حاجه لتسويه الكنافه الالومنيوم. هبدا ادهنها دهنه سمنه محترمه جدا، وابدا احط فيها نص الكنافه وافردها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. وابدا اعمل ليها حواف من الجناب، اخلي طبقه الكنافه كده متساويه على قد ما اقدر. والجناب كده ابدا اجيب كنافه واحط في الجناب كده عشان خاطر احنا عندنا حشوه، عشان خاطر ما تطلعش من الجناب. وابدا اضغط عليها بصينيه اصغر، اضغط عليها كويس جدا، انا عايزاها تبقى متماسكه جدا عشان تبقى معايا قطعه واحده. وابدا بعد كده انزل بالحشوه بتاعتنا اللي هي الكريمه او القشطه الكدابه. ابدا افردها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. احاول اخليها متساويه واحاول اخليها ما توصلش للاطراف. يعني انا مش عايزه اوصلها للجناب، انا عايزاها بس في النص، قبل الاحراف كده تقريبا بسنتي او حاجه، ما اقف ما كملش. عشان خاطر هي برضو بتفرد في الفرن، ما بتشم درجة الحرارة بتسيح وبتفرد، فما توصلش معايا لحواف الصينية. انا كده كده عاملة حواف الصينية بكنافة، بس برضو تحسبا عشان ما تلزقش مني. ابدا بقى اجيب النص الكنافه اللي فاضل معايا، وابدا احطه بقى كده بالراحه. افرده بالراحه كده بالتساوي، لان الطبقه اللي فوق دي مش هينفع اضغط عليها خالص، عشان خاطر ما عجنش بقى الكنافه مع الكريمه او مع المهلبيه اللي انا حطاها اللي هي القشطه الكدابه. ما ينفعش خالص خالص تضغطي، لانك هتلاقي بقى الكنافه اتعجنت في قلب الكريمه. بالراحه بقى كده، بصوا انا بساوي مش بضغط، يعني انا بخلي الشكل بتاعها متساوي مش اكتر، مش بضغط. يعني بتك كده بالراحه جدا او بضغط بالراحه جدا عشان يبقى شكلها متساوي. بعد كده بقى هندخلها الفرن شغال من تحت لغايه ما تاخد معانا لون من تحت، وتبقى الاحراف تحمر كده وتطلع من الجناب. ابدا اشغل عليها الشوايه ومعايا عسل او شربات تقيل. شربات الكنافه بيبقى تقيل. انزل على الكنافه بيه اللي هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عليهم عصره ليمونه، معلقه عسل كلوكوز. اسيبهم على النار لمده ربع ساعه واحط عليهم فانيليا بعد ما اطفي عليهم، بيكون معايا بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض ده. وابدا انزل عليه، اهم حاجه يكون بارد، انزل بيه على الكنافه بتاعتنا. لازم تكون الكنافه سخنه طالعه من الفرن والعسل بارد جدا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، كانت طالعه ريحتها تحفه جدا جدا جدا، كانت بجد رهيبه. وطعم الحشوه فيها كان رهيب جدا، وكانت بجد حكايه. وهي بتالي بتتكلم عن نفسها. قطعت قطعه اهي المهلبيه باينه فيها، وهقطع قطعه كمان قدامكم اوريها لكم. الحشوه كانت حلوه جدا اهو، بصوا كانت بجد بجد تحفه. ولو عجبتكم وصفة الكنافة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم.
استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.